حبايب قلبي، مساء الخير عليكم ومساء الهنا ومساء السعادة. بصوا الحاجة بقى بتعمل لكم ايه كده النهاردة، ومعاكم الحاجة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير والله. كل سنه وانتم طيبين يا رب. بالقرنبيط اهوت الجميل بتاع الشتاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معلش ان انا كئيبه شويه، معلش غصب عني عشان بنتي تعبانه شويه. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب وتوجلنا بألف سلامة. انا بصور معاكم غصب عني والله، بس انا بحبكم وعايزه اعمل لكم كل جديد، بس عايزه اللايكات بتاعتكم والمشاهدات يا حبايب قلبي. يراعوا ان انا كده تعبانه وبصور معاكم عشان خاطري يا حبايب قلبي. بصوا يا حبايبي، القرنبيط ولا بيتغسل ولا يتسلق ولا يتسلق، يقعد عندك سنه بحالها، ولا يجرى له حاجه ولا يطرى ولا يجرى له اي حاجه. هتطلعيه هتسلقيه بحبه ميه صغيره بالكمون وتروحي قليات زي ما كنت لسه جايباه دلوقتي. الميه بتغلي وروحي تسقطي على طول بتلجه. يعني طلعيه من الفريزر كل الميه بتغلي، حطي حبه ملح وكمون في الميه وتروحي حاطه الكيس غلوه واحده وتروحي مطلعه زي ما كنت لسه جايباه. بصوا يا حبايب قلبي، احنا بنعبيه كده ايه، مش مسلوق، ناشف معاكم اهو. بصوا يا حبايبي ناشف اهو. ده تخزين القرنبيط، ما تخزنوش مسلوق، ما تغسلوش اول ما تجيبيه، ما تغسلوش، هو هينزل في الميه بعد كده وانت تسلقيه هيتطهر، عشان ما تغسلوش وتعبيه مبلول. بصوا يا حبايبي، على قد طاقتك تعبي، جميل جميل ويفضل عندك طول الشتاء. عملتي ايه في البطرمان؟ ما انا هقول لهم اهو يا حبيبي. هقول لهم بقى. بصوا البطرمان، بصوا البطرمان دوت اهو. بصوا خليه زي ما هو مقفول. انا بقول بصوا الورده بتاعت الصغيره دي، الصغيره دي بتسقطيها هنا اهي. بصوا ندعي تومه صغيره، حبه خل صغيره وحبه سكر وملح، واحده بنجر وواحده بنجرايه. حته لو عندك حته بنجرايه هنحطه في الفريزر على طول. بصوا معاكم اهوت، طعمه في منتهى الجمال. تحطي على الكيس كده عشان ما يبقاش متوي، وتسيبيه لما يتخلل يومين 4 و5 كده تاكلي منه. بصوا يا حبايبي، والقرنبيط معاكم اهو بعبيه في الاكياس، حطي على قد اكلتك، يقعد معاكي وعرفه في التلاجة يومين حتى، مش مشكله تاكلي منه. هيجي عليك رمضان تطلعي في السحور، تطلعي في الفطار، حاجه جميله قوي قوي. اي حاجه تعمليها في بيتك جميله عشان الغلا اللي احنا فيه يا ولاد. الحاجه تعبي بقى كده بقيه البطرمانات ونرجع لكم تاني. ماشي، بقيه الاكياس ولا ايه؟ ماشي يا حبايب قلبي، خلينا ليكم اللي انتوا عايزينه. بصوا حبايبي بقى، احنا كده خلصنا القرنبيط اهو وعبيناه في الاكياس، وادي القرنبيط المخلل. ماشي، هنا بقى الحاجه هتعمل معاكم القلقاس وهتوريه لكم. ماشي، ده القلقاس بنعمله معاكم وما بيتغسلش. معاكي حته بيضه كده نضيفه، وانت بتقشري تمسحيه عشان احنا ما بنغسلوش، بنقشره معاكم كده اهو يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين. ده كملت عملت لكم القرنبيط وبعمل لكم القلقاس اهوت. انا عندي السلق شايلاه، السلق بيقعد عندي من السنه للسنه. تعملي البطرمان وبتشيليه ما بيجرالوش حاجه. بصي امسكي كده بايديكي الناحيه اللي اتقشرت وتعملي كده، السكينه بارده اهو يا حبايبي. ليه بقى مش بتعملي في حاجة؟ مش بتعملوا في حاجه ايه؟ أسئلة. ايه يعني ايه؟ يعني انت ليه مش بتغسليه؟ لا عشان بتضيعي الغذاء، بتضيعي الفايده اللي فيه. الفايده اللي فيه. وبعدين هتاكليه بقى زي البطاطس. وبعدين احنا لما هنسلقه دلوقتي هوريكي طريقه التخزين بتاعته، ونحط الليمون معاه، مش هتلاقي اللي هي المزلقه اللي فيه دي مش هتروح. وتروحي جايبه ليمونه وتروحي حطها قبل ما تحطي الليمونه وتحطيها عليه، تحطي ليمونه وعلى الشوربه وهي بتغلي، وتروحي سلطه القلقاس. بصي تمسحيها بقى كده اهو، تمسحي السكينه كده وتمسحي القلقاسه كده اهي. بصوا يا حبايبي زي الفل ازاي. بتيجي بقى تقطعيها، بنقطعها مكعبات بس لما نخلص كله هوريه لكم. ولما تيجي تسقيها في الشوربه وانت دلوقتي بتعمليه بتخزنيه، بتحطي ميه مغليه وبتحصلي نص كوبايه ليمون مثلا على الحبه اللي بتجيبيهم دول، وتروحي حاطه الليمون وحاطه القلقاس، ياخد غلوه وبتطلعيه تروحي شطفاه وتروحي حاطاه في الاكياس.
بعد ما بيهدى وبيبرد. يعني احنا بنعمله صدمه بالميه السخنه والليمون عشان خاطر ما يبقاش ممزق. بتشيليه ولما بتيجي تطبخيه بتروحي عصره الليمون على الشوربه وتروحي حطاه، ميته بتبقى جميله زي الشوربه، ما فيهوش اي مزلقه ولا اي تخونيه ولا اي حاجه، بيفضل معاكي طول السنه. تسلمي. بصوا يا حبايب قلبي زي الفل، الحته معاكم نضيفه وتمسحوا على طول كده اهي، القصه زي الفل. بصوا اهي، هخلص معاكم وبعدين اوريكم كله. هتكمل تقطيعها ونرجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دي التكمله بتاعه السلق بتاعه القلقاس. ماشي، انت دلوقتي ما عندكيش ليمون، هنعمل ايه؟ معلقه ملح ليمون اهي كبيره، نحطها بالمنظر ده اهي، وفي نفس الوقت القلقاس على طول. بصوا بقى كده يا قلبي، حطينا القلقاس معاه ملح الليمون او الليمون، هياخد بقى غلوه، هيغلي غلوه، هحطه في المصفى وارش عليه شويه ميه ساقعه بس يبرد، نعبيه في الاكياس. هعبيه بقى في الاكياس مع الحاجه، هتوريهولكوا وهي بتعبيه في الاكياس، بس هوريكم لما هيغلي يبقى عامل ازاي. خليكم معايا وهوريكم كل حاجه اهو. بصوا يا حبايبي كده خلاص اهو، بصوا حلو ازاي. بصوا الميه بتاعته ولا فيها زفلطه ولا فيها اي حاجه. هطلعه بقى كده في قلب المصفى ان هو يهدى، واشطفه بشويه ميه ساقعه اهو زي ما انتم شايفين. يطلع في المصفى يشطف بشويه ميه ساقعه واحطه قدام الحاجه هتعبيه معاكم وتوريهولكم. يبقى كده خزنا مع بعض القلقاس والقرنبيط. ماشي، تعالوا بقى قدام الحاجه. ايه بتعملي ايه يا حاجه؟ بصوا كده القلقاس بقى بصوا بقى، قولي لهم بقى. بصوا يا حبايب قلبي، يا كده عبير حطيته على النار في ميه مغليه وحطت معلقه ملح ليمون كده. احنا بنعبيه بقى معاكم بعد ما تصفوا، يقعد عندك من السنه للسنه ما يجروش اي حاجه. طبعا انتوا شفتوا تخزين القلقاس وتخزين القرنبيط وتخليل القرنبيط. الحاجات الشتويه دي جميله، الحاجات الشتويه دي تبقى طعمها زي العسل والقلقاس ما يستحملش معاكي سوا. انت قلت لي اقول لهم ان انت مخليه القرنبيط ني، ما هو انت قلت لهم، بس انا باكد المعلومه برضه. انا جبنا القرنبيط وخدنا منه وردات صغيره كده وحطيناها في البطرمان، وحطينا عليه حبه سكر وملح وحبه خل صغيره وواحده بنجر، وسيبناه بقى يتخلل بس ني مش مسلوق. والقرنبيط برضه تشيليه ني، بيقعد ولا بيتري عندك وبيبقى زي الفل. احنا شلنا طبعا القرنبيط بقى خلاص في الفريزر. ودوت القلقاس بنشيله اهوت معاكم. كل حاجه حلوه بنعملها لكم يا حبايب قلبي، وربنا يبارك لنا فيكم ويخليكم يا رب. بس اللايكات بتاعتكم جميله بقى والمشاهدات بتاعتكم. بصوا الحاجه جميله ازاي، ودعواتكم لبنتي يا رب يخليكم. وقولوا لهم ايه رايهم في الطعميه نزلناها. الطعميه تحفه، كانت تحفه، قالنا منها امبارح. وعملنا فول بالزيت الحار والبصل وبتاع، كان اكله جميله وبيتي ونضيفه. وتطلعي اي وقت عايزه تعملي، اي وقت تطلعي. ويا جماعه انا ما حطيتش طحينه على الفول، الفول هو اللي لونه كده. بتحطي عليه حبه فول مدشوش وحبه الرز بيخلوه كده بيدي حلو كده. لونه جميل ما بيبقاش اسود. تحطي بقى عليه زيت حار وكمون وليمون وتاكلي بيبقى زي العسل. الف هنا بيتي جميل، والطعميه مقرمشه كده وحلوه، ولا عليها عيش ولا عليها حاجه، وخضرتها جميله. وكل حاجه في البيت يا جماعه جميله وفايده، فايده ووفر ليك انت كمان. يعني النهارده ما بيرضاش يديك ب5 جنيه طعميه نيه وعليها عيش قد كده، والفول مش كويس برضه، احنا بنغسله في البيت وبننقعه شويه، وحاجه طازه وجميله. وربنا يصلح الحال يا رب ويرخص الدنيا ويهدي حال الدنيا كلها يا رب باذن الله. ويشفي بنتي ويشفي كل مريض يا رب. ربنا يطمنا عليكم يا حبايب قلبي واشوفكم على خير. بس بتحطي على قد طبختك عشان ممكن تعملي حاجه جنبه، عشان في عندنا ما بياكلوش قلقاس، فبنعمل شويه على قد انا وعبير اذا كان حد بياكل معانا، وبنعمل حاجه جنبيه تاني. ما بنكترش يعني الكيس عشان الفيل ما يترميش. وبعدين اي حاجه بتفيد عندي بحطها في كيس في الفريزر او في علبه. يعني اي خضار عندك يفيد حطيه في الفريزر ما ترموهوش. اي رز عندك يفيد حطيه في كيس في الفريزر. ماشي يا حبايب قلبي، ووفروا وخلي بالكم من معيشتكم. ويا رب اشوفكم على خير يا رب، خارج البلاد وداخل البلاد.
وصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتكملي بقى انت كده وهوريهم. هكمل وهتوريكم، بس هوريكم اللقطه الاخيره اما تربطوا وتوريه لكم. ماشي خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي اهو الحاجه هنا كده عبيت اهو اكياس. شايفين اهو. بص الكيس على قد الطبخ اهو. جميل يعني مش مكتره فيه ولا مقلله فيه. الكيس حلو اهو بتاع كيلو صادق. هتعملي ما حدش بياكل القاس، اعملي جنب حبه ملوخيه. الكيس باميه، احنا مخزنين برضو الباميه، مخزنين السبانخ، مخزنين بسله، كل حاجه في بيتنا ان شاء الله. الحمد لله. وربنا يجعل عندكم الخير وعندنا يا رب باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اشوفكم في كل جديد وكل خير يا رب ان شاء الله، ويجعلها سنه بيضاء عليكم وعلى اولادنا وعلى كل المسلمين خارج البلاد داخل البلاد يا رب. اللهم امين يا رب يجعلها سنه حلوه على الناس كلها يا رب. يا رب. ويشفي كل مريض ويشفينا معاكم يا رب يا رب. ماشي حبايب قلبي، وربنا يطمنا عليكم يا رب، واشوفكم على خير، واشوفكم كل جديد ان شاء الله. واللايكات بتاعتكم والمشاهدات يا حبايب قلبي ربنا يبارك لك فيكم. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.